سيدنا علي بن أبي طالب بيقول إذا هبت أمرا فقع فيه فإن شدة توقيه أعظم من الوقوع فيه. لو حاجة أنت حاببها وعايز تشتغلها، لو ركزت في صعوبتها وركزت في الخوف، لو خفت مش هتعمل. لازم تشتغل، بس مش معنى كده إنك تشتغل من غير اكسبيرينس ولا تشتغل من غير علم ولا دراية. لازم تكون متمارس كويس، بس لو ركزت مع خوفك مش هتعمل أي حاجة، سواء في مجال الطب أو غير مجال الطب. دكتور فيصل، اهلا بيك معانا في بودكاست في العياده. اهلا بحضرتك. اخيرا وقعت على حد بتاع جراحه اسنان، انا مبسوط من التخصص ده. ربنا يحفظ حضرتك. خلينا الاول نتعرف على حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور فيصل السيد فريد، اخصائي طب وجراحه الفم والاسنان، جامعه القاهره، من قصر العيني. حلو جدا. احكي لي، احنا بنشتغل جراحه اسنان في تخصص ايه بالظبط في الجراحه ومن امتى؟ مينلي في الجراحات الصغرى، زي دروس العقل المدفونة، خلعها، الأنياب المدفونة، الأكياس الدهنية، الخراريج المزمنة، وأخيرا الزراعة. بفضل الله احنا بنشتغل في مركزنا من 2013 في المركز الأولاني، وفضل ربنا وكرمه احنا متواجدين في المركز الثاني من حوالي 5 سنين. كل تركيزنا ان احنا ازاي نحافظ على العيان، ونحافظ على ان احنا ما نبردش اسنان جانبيه، وكنا متركزين ان احنا نشتغل في زراعه الاسنان. ما شاء الله، يعني 10 سنين او 11 سنه كمان اهو في المجال الجراحه، كمان اكسبيرينس عظيمه. يعني هو حب وشغف يعني. طب انا واحد بيلاقي نفسه في طب انا عايز اسالك، ليه جراحه الاسنان تصنف ان هي تخصص جوه طب الاسنان؟ طب الاسنان نفسه كذا تخصص، يعني مش الجراحه بس. احنا لما نعهده عن دكتور السنان ان هو دكتور سنان بيعمل مش كل حاجه، مش سنه ودرس يعني. لكن يعني هو الموضوع مش كده. احنا في تخصص تقويم، في زراعه، في جراحات الصغرى، في طبعا تخصص جراحه الوجه والفكين، وده مجال واسع جدا، زي يعني الكسور في الوجه والفكين، تصحيح عظام الوجه وتشوهات العظام. عندنا تخصص طب أسنان الأطفال، وده تخصص واسع جدا. عندنا كذا تخصص في علاج اللثة. فمش الموضوع مش دارج بس ان انا دكتور اسنان فانا اشتغل كل حاجة. طب انت ليه اخترت تخصص الجراحات الصغرى عموما وحبيته يعني؟ والله هي حالات منتشرة، يعني بيجي لك فيها صعوبة وخطورة وهسد يعني. انا لو يعني مش هنقول صعوبة ومش هنقول خطورة يعني. سيدنا علي بن أبي طالب بيقول إذا هبت أمرا فقع فيه فإن شدة توقيه أعظم من الوقوع فيه. لو حاجة أنت حاببها وعايز تشتغلها، لو ركزت في صعوبتها وركزت في الخوف، لو خفت مش هتعمل. لازم تشتغل، بس مش معنى كده إنك تشتغل من غير اكسبيرينس ولا تشتغل من غير علم ولا دراية. لازم تكون متمارس كويس، بس لو ركزت مع خوفك مش هتعمل أي حاجة، سواء في مجال الطب أو غير مجال الطب. ممتاز. طب ايه اكتر الحالات اللي ممكن تكون عدت عليك في الجراحة وتعتبر حالات معقدة وكان ممكن ان المريض يتجنبها بسهولة، يعني نستفيد من الحالات دي؟ لا، انا لو عندي فرضا ضرس عقل مدفون، انا هتجنبه ازاي؟ لازم اشيله، وحتى لو ما بيوجعنيش، لان ضرس العقل لو طالع مدفون او طالع معوج او طالع بزاوية هيأثر على الضرس اللي قبله. لو طالع بالعرض كده هيأثر على فهيبوظ الضرس اللي قبله. فايه اللي هيحصل؟ هيسوس، ولو السوسه وصلت للجدر احيانا الضرس اللي قبله ما ينفعش. بدل ما انا كنت هشيل ضرس واحد هشيل ضرسين. تمام. وبعد ما شلت ضرسين، مكان الضرس المخلوع ده هيحصل فيه ضمور في الفك وانحسار في اللثه، وهلاقي الضرس المقابل للضرس اللي انا شيلته بيبرز عن مكانه وبيطلع. يبقى انا كده بهدلت الفك كله عشان ان انا اهملت في حاجه. انا ممكن حاجه الحقها في البدايه، مش لازم ان انا اروح للدكتور اكون انا متوجع او ان انا بحس بالم. هي دي الفكره. كمان ضرس العقل لو لقيناه اتكسر، هو كان طالع مدفون، كان ممكن ياخد العمليه تبقى بسيطه ما ياخدش وقت. لكن لو هو اتكسر اكتر من كده ممكن نحتاج ان احنا نشيل عظم زياده، ممكن ناخد وقت في العمليه. طب ليه انا ادخل نفسي في متاهات انا مش قدها؟ او ليه ان انا اروح للدكتور نكون متألم عفوا، يعني ما اروحش الصيدليه اخلص العلاج بتاع الصيدليه كله وبعد كده اخر حاجه افكر فيها دكتور الاسنان.
انت كده بتأذي نفسك، ما بتنفعش. طب انا هاخد على سبيل المثال مثلا انا شخصيا عندي ضرسين عقل يمين وشمال مدفونين بالعرض مش بالطول، يعني هما طالعين كده. والله كان في حاله من حوالي اسبوع انا مش تعبان. لا انا اكتشفتها بالصدفه على فكره، كنت تعبان وبعمل بانوراما طلعوا فيها. كان في حاله من حوالي اسبوع كان نفس النمط ده. تمام. درس كان في درسين قبل درس العقل، الدرسين كانوا مسوسين. فهو كان راح عند زميل حشى الدروس المسوسه وساب درس العقل وقال له اخر حاجه. هو مش غلط اللي الدكتور عمله، مش غلط الدكتور عمله، بس احنا لما جينا نعمل اكس راي وكان عملنا اشعه مقطعيه، كان لازم نعمل اشعه مقطعيه ثلاثيه الابعاد مش الاشعه العاديه او البانوراما اللي هي ثنائيه الابعاد. لقينا ضرس العقل يعني واكل في قلب جدر من الجدر اللي هو الدكتور اللي كان حشو عادي. فاضطرينا ان احنا نشيل ضرس العقل ماشي ونعالج الضرس اللي كان محشي حشو تجميلي ده، نعمل له علاج عصب. يبقى انا كان ممكن الحق نفسي من البدايه. ما بتحسش يعني، ممكن يبقى في سوسه وما تحسش بيها وما تحسش ان في الم. تمام. بس مع الوقت السوسه بتكتر فجاه وشك كله ضرب من الالم، ما انتش قادر، ومفيش علاج صيدليه ولا الدكتور صيدلي مهما كان هيكتب لك علاج مش هينفع معاك، مش هينفع تعالجني لما حاجات كتير وكومبليكيشن كتير بقى. انا ليه يعني وانا بقول للناس دايما مش لازم ان انا اروح لدكتور، مش لازم اروح لدكتور الاسنان وانا موجوع. يبقى في تشيك اب كده كل 3 شهور لازم اروح اطمن على نفسي. انت عايزنا نروح لدكتور اسنان كل 3 شهور؟ كل 6 شهور ولا سنه؟ كل 6 شهور. ما بحبش اخش مكان كل 6 شهور انا ممكن الحق ضرس معين سوسه بسيطه وما دخلش العيان في تكلفه وريحته وقللت الوقت اللي هو ممكن يجي لي كل شويه ماشي. وانا اقول له عندك سنانك ما شاء الله محتاجين تنظيف جير، في سوسه بسيطه لازم تعمل، وممكن يجي بعد 6 شهور الاقي سنانه كويسه ما عملوش حاجه. لكن لو هو اهمل فضل ما ياخدش او بياخد علاج المسكنات ما بقتش تجيب نتيجه، المريض جاء لدكتور الاسنان، الضرس يا ينفع يتعالج عصب يا ما ينفعش. بعد علاج العصب هحتاج ايه؟ كراون او هحتاج طربوش ايا كان بقى نوعه، زيركون ايماكس او بورسلين. تكلفه. طب هل مهما كان وصلنا من العلم ضرس اللي ربنا خلقه زي الحاجه الصناعيه اللي احنا عاملينها؟ اكيد لا. ماشي. ليه بقى انا اللي عملت كده؟ ليه كنت ممكن ان انا اوفر على نفسي كل التكاليف دي وكل الالم ده، ان انا كنت ازور دكتور الاسنان كل فتره وهو دكتور الاسنان هو اللي يحددها خلاص، ويبقى العيان سليم وكويس وما فيش اي حاجه ويحافظ على اسنانه، واحنا هنبقى على فكره مبسوطين جدا والله. نبقى مبسوطين جدا جدا. كلام سليم يعني. كلام معقول بس يعني. برضه مش هروح لدكتور السنان الا لما ابقى اتقلب يعني. اجي لك انا اسمع. طب في حياه كل طبيب اسنان مواقف طريفه يعني لا تخلو حياتك من في العياده يوميا؟ هو كان موقف طريف وموقف يزعل في نفس الوقت. ايه هو؟ يعني كان في مريضه وزوجها جاي معاها، انا لسه فاكر الموضوع ده لغايه دلوقتي زي ما يكون حصل دلوقتي. انا كانت هتعالج علاج عصب لضرس، المهم انا اديتها البنج وقلعت الجلافز وقلعت الماسك وخرجت بره، قعدت في مكتبي على ما البنج يشتغل. بعدها دخلت بعدها بحوالي 5 دقايق لقيتها منهارة وبتتخانق مع جوزها، عمالة تقول يعني منك لله مزهقني في البيت وجاي تخوفني هنا. وكان شكل كان مرعب جدا، ما هو منظرها كان مرعب جدا. انا ما عرفتش اشتغل ماشي وبيزعقوا مع بعض، بقول له في ايه؟ فراحت بقى يا دكتور انا ما قلتش حاجه، انا قلت على الخطوات اللي حضرتك كنت بتعملها لي. طبعا هو ما قالهاش بيطمنها، هو قاعد يشرح لها الدكتور هيدي البنج وهيفتح العصب والضرس هيطلع دم وسنه الم بسيطه، وبعد كده دخلها في قصص وهيقيس جهاز طول الجدر وهيعمل اشعه. انا عمري في يوم من الايام من حق المريض ان هو يعرف تفاصيل، بس مش التفاصيل والدكتور هو اللي يقولها. تفاصيل مش المريض هو اللي تفاصيل طبيعيه مش تفاصيل. ما عرفتش اشتغل، كل ما اجي اقرب منها صريخ وانا مديها بنج وهي مش حاسه بحاجه. فقلت لها انا مش هقدر اشتغل، ما كنتش لسه يعني انا لسه ما بدات الشغل. قلت لها انا مش هشتغل، حضرتك هتهدي وهنحدد لك ميعاد تاني، وحددت لها ميعاد بعد يوم لانها كانت تعبانه. مش المهم ربنا يسامحه يعني. جاء معاها تمام، جاء معاها. فانا قلت له بعد اذنك استنى بره ماشي، انا مش هقدر اشتغل كده. وهديتها واشتغلنا بفضل الله والدنيا عدت. بعدها ب10 دقايق ببص لقيت السكرتيره خرجالي من
من الريسبشن، داخلاني من الريسبشن بتقول لي يا دكتور الراجل عمال يحكي للناس يعني كانه هو الدكتور، كانه هو الدكتور. فقلت لها ندهولي لو سمحتي. دخل، قلت له بعد اذنك اقعد في مكتبي وما تخرجش منه نهائي، ما تخرجش منه. انت كده يعني انت كده بتخوف الناس، يعني كفايه مراتك اللي انت كده بتخوف الناس. تكتب اسمه على الباب بعد ما خلصت بعد ما خلصت لها قلت له ما تزعلش مني، ما تجيش مع مراتك تاني، انا كده انا مش هعرف اشتغل، يا اما تشتغل مكاني يا اما تمسك انت الحديده وتغني بقى وانا اقعد يعني مواقف بتعدي كتير. يعني موقف تاني مثلا بخلع ضرس، الناس بتبقى مفكره ان الدروس ان لازم تبقى واحد بتاع جيم ولا يبقى عافيه او كلام من ده. يقول لي يا دكتور امسك الضرس كده ولف واطلع بيه. قلت له يا عم انت بتقول ايه؟ يعني هو كل المشكله على فكره كل المشكله كتير بتبقى من المرافقين اللي جايين مع المريض. يعني بيصعب عليه نفسه لو هو هدي. طب خلاص هدي المريض اللي جنبك او اقعد بعيد عني وانا شغال، لكن ما تقعدش تقول اعمل كذا واعمل كذا. قلت له انت عارف انا لو انا عملت اللي انت بتقول عليه ده انا هكسر الفك. شغلنا مش عافيه ومش لا، في دكاتره بنات شغالين، ولو كان المهنه بتاعتنا عافيه ما كانش هيبقى في دكاتره اسنان بنات. في بالمناسبه دكاتره اسنان بنات تخصص جراحه وجه وفكين واساتذه وشطار وكانوا بيدرسوا لنا في الجامعه. فالموضوع مهنتنا مهنه تجميليه ومهنه وظيفيه، مش انا رايح اصل في ناس بتخلع بصعوبه وفي ناس بتخلع كده. بالمناسبه بقى الصعوبه يعني دي بتبقى ظروف الضرس ملهوش. يعني الدكتور يعني انا بيجي لي مثلا عيان خلعنا الضرس مثلا وما اخد حوالي 5 دقائق في الخلع. الضرس كان متهالك طبعا وخد حوالي 5 دقائق في الاخر. هو مثلا كان راح عند دكتور تاني من حوالي شهرين من حوالي سنة او راح مع حد تاني، لا دكتور خد وقت في الخلع. غصب عنه ما بيبقاش قصده اللي هو بيقوله، بس لما بيقارن يلاقي مثلا دكتور خد وقت ودكتور ما خدش وقت هيقول لك الله يبارك لك يا دكتور الله يسامحه منه لله عمل كذا 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 كذا. انا من واجبي ان انا ما اقعدش بقى ابقى فرحان وزيط وانا بيشكر فيا، لا انا حظي جه في درس سليم. لا يعني انا لا مش حظ ان انا درس، هو توفيق من عند ربنا لا اكتر ولا اقل. انا لازم افهمه ولازم اوعيه ان كل درس بيختلف وما خلوش ان هو يعني هو طبعا بدون قصد اللي يخليه يغلط في زميلي، لا هي مردوده لي انا صح. ممكن. وبعدين واحد ما ينفعش يستسهل حاجه مهما وصلت درجه من الخبره، ما تستسهلش حاجه. وما ينفعش انك تسمح لمريض انه هو يغلط في زميلك سواء انا اعرف زميلي او ما اعرفوش. دي اداب مهنه. لازم افهمه ان في درس ممكن ياخد وقت وفي درس ممكن ما ياخدش وقت، وده توفيق من عند ربنا لا شطاره ولا خبره مننا. مظبوط. انا اتذكر ان انا في مره كان عندي حشو عصب، انا حشيته في 5 جلسات. كان عندي خراج تحت الضرس رايح راجع ايه ده؟ لا لسه يحقن محلول ملح الدكتور يعني وينظف ويقول لي خد مضاد حيوي وارجع لي تاني لسه مش هنحشي عصب عصب. فانت من رايك يعني انا مثلا تجربتي كانت تجربه فعلا صعبه وكنت بعاني فيها. ايه الخطوات اللي ممكن انا اعملها عشان اتجنب التجارب السيئه دي بالذات في حشو العصب؟ ان انا اعمل ابديت لنفسي انا كدكتور، انا اشوف الاجهزه الجديده اللي طالعه في السوق ولازم اعمل ابديت لنفسي. انا بريح نفسي وبريح العيان. لو جبت العيان 5-6 جلسات انا اذيت جسمي اذيت ظهري والعيان خسرته وقت، ما خسرتوش فلوس بس خسرت وقت. ماشي. لا في دلوقتي اجهزه طالعه وبعدين شغلنا كله دلوقتي بقى ديجيتال والاي اي داخله فيه. فانا لازم اكون عامل ابديت لنفسي. دلوقتي مجال طب الاسنان مش خبره السنين بس. يعني انا ممكن يكون طالب حديث التخرج وانا بتكلم يعني دي بالامانه، يعني ممكن يكون طالب حديث التخرج يعرف عني وعن دكتور بقاله 70 سنه في المهنه انه ابديتد اكتر ابديت. فانت ما ينفعش ان انت تقف. وقفت خلاص كانك انت لسه اصلا متخرج من الكليه. لو انت يعني انت مشروع لو ما صرفتش على نفسك وما عملتش ابديت لنفسك خلاص يعني اللي هيطلع اللي هيجي بعدك لا هيبقى عارف اكتر منك بس. فهي كل يعني بجانب الشطاره وبجانب الخبره الاجهزه والتقنيات الحديثه اللي بتطلع انا لازم اكون انا متمرس عليها ولازم ابقى اعمل ابديت لنفسي على طول 24 ساعه بس. جميل جدا. انا عايز اعرف انك انت يعني ايه زراعه اسنان وايه هي انواع الزراعه بشكل مبسط شويه. زراعه الاسنان ديت دي عمليه بسيطه جدا
بعوض بيها الضرس او السنه المفقوده، ايا كان ضرس او سنه او ايا كان كذا ضرس، بعوضه بزرعه معالجه من ماده التيتانيوم. ماشي، بتحفز ان العظم يلحم حوالين الزرعه. بنحط الزرعه دي في العظم وبنفتح عليها بعد شهرين، بعد 3، بعد 5، على حسب كثافه العظم. بنعمل اشعه مقطعيه الاول، تمام، عشان نقيس ابعاد العظم، ومن خلاله بنعرف مقاس الزرعه اللي احنا بنحطها. الزرعه دي مهمه جدا 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 جدا. مهمه في ايه؟ ان انا دلوقتي جنبت العيان. انا لو خلعت ضرس والعيان عايز يجي يعمل تركيبه ثابته، فانا هبرد ضرس او هبرد سنه على يمين الضرس المخلوع وعلى شمال، اللي هو نسميه كوبري. احنا كده عملنا كوبري. فأذينا، مش هنقول أذينا، لأن احنا عندنا علم التركيبات الثابتة دي علم، ما ينفعش نقول أذينا، بس احنا دورنا على الحل البديل، ان انا ما اجرحش سنتين جنب الضرس المخلوع، ماشي، وحافظت عليهم، ونزلت المسمار او نزلت الزرعه، مش هنقول عليها مسمار عشان الناس بتخاف، نزلت الزرعه في قلب العظم وقفلت عليها وفتحت عليها بعد شهرين او بعد 3 او بعد 5 على حسب كثافه العظم اللي شغال بيه. واحنا عايزين نفهم الناس ان المسمار ده هو نفس المسمار الموضوع اللي بيبقى بسيط، ده هو موضوع يعني بسيط عادي. يعني انا لو هعالج ضرس عصب بياخد وقت طويل جدا عن الزرعه. تمام، دي حاجه. تاني حاجه، فرضا انا ما عملتش تركيبه ثابته ولا عملت زراعه، هل العظم مكان الضرس او مكان السنه المخلوعه ده بيفضل زي ما هو؟ ما فيش الكلام ده، بيحصل ضمور في الفك في المنطقه دي، الاقي ارتفاع العظم بيقل، الاقي سمك العظم بيقل، وبالتالي الاقي انحسار اللثه. دي حاجه. تاني حاجه، دي مكان مخلوع اهو، الضرسين اللي جنب المكان المخلوع ده بيتحركوا كده، تمام، فالمسافه قفلت، حصل التهاب لثه شديد تحت، الضرس المقابل للمكان المخلوع نزل عشان يعوض الجزء المفقود ده، يبقى انا كده انا بهدلت نفسي. ولو خلعت ضرس هتلاقي ضرس بيجيب الضرس بيجيب الضرس. ليه بقى؟ انا ممكن ان انا اعمل عمليه بسيطه ومش هتاخد مني وقت. بس طب ما هو هي مشكله ازليه للزراعه هي التكلفه. يعني هل انت تتفق معايا ان في نوع من انواع المتاجره في السوق في الحته دي؟ لا. ازاي يعني؟ مفيش متاجره. احنا بنسمع ارقام صعبه شويه. لا مفيش متاجره ولا حاجه. اولا احنا راقبنا ربنا، واحنا دكاتره مخلوقين عشان ان احنا نعالج الناس ونساعدهم، مش عشان ان احنا نتاجر بيهم. دي حاجه. تاني حاجه، الزراعه انواع وعلى حسب الشركه، من غير يعني بدون ما احنا هنقول اسامي شركات، في شركات مصريه، في شركات صينيه، في شركات المانيه، ماشي، في سويسريه، في تركيا، وده على حسب احنا بنخير العيان. والله في زرعه بكذا وفي زرعه بكذا وفي زرعه، بس لازم اكون مختار للمريض زرعه مضمونه ومعمول عليها تجارب، مبقاش زرعه انا مش عارفها بغض النظر ايه منشأها، حتى لو كانت زرعه الماني بس الزرعه لسه جديده، ما فيش ريفيو عليها ولا في تجارب عليها، واختارها لهم مجرد انها سعر بسيط. وبالمناسبه في زراعات مصريه شركات محترمه جدا واثبتت فعاليتها. يبقى انا دلوقتي طرحت للمريض كل البدايل، هو على حسب حالته الماديه هو يختار. ده اكتشفت من كلامي معاك ان الامراض المزمنه ليها تاثير على الزراعه او على تحديدا فشل الزراعه. انا عايز اعرف ايه علاقتها. يعني مثلا انت قلت السكر له تاثير والامراض المزمنه عموما لها تاثير على فشل الزراعه. مش هنقول فشل، لان فشل دي كلمه كبيره جدا وتخوف العيان ان هو اصلا مش هيفكر ان هو ممكن في يوم من الايام يزرع. دلوقتي في علاقه بالدكتور ان انا لازم اكون جايب الزرعه مضمونه، ماشي، ومتداوله في السوق بغض النظر عن نوعها، مشخص صح، عامل اشعه مقطعيه ثلاثيه الابعاد، اختار المقاس الصح للزرعه والزرعه بزاويه مناسبه، كده خلاص الزرعه نجحت. بالنسبه للمريض، لو المريض اهمل ما يلومش على نفسه. يعني مثلا مريض السكر ما ينفعش يبقى هو مهمل في علاجه ومهمل في الدايت وطبيعه الاكل اللي هو بياكله، تمام، والاقي السكر التراكمي بتاعه اعلى من 7%، واقول له لا انت الزرعه كده هتبقى ناجحه. لا، السنان الطبيعيه بتاعه ربنا عنده مريض السكر لو هو اهمل في علاجه بنلاقي الفك بيحصل ضمور والسنان بتتلخلخ، ما بالك بالزرعه ان هي من صنع البشر. تمام. عندنا كمان مريض هشاشه العظام، لازم يبقى متابع مع دكتور الغدد وبياخد علاج يقلل نشاط الخلايا الهدام، فبالتالي هتحافظ لي على الزرعه وهتحافظ لي على العظم اللي مغطي الزرع واللي حمل الزرع.
كذلك الامر لو في واحد عنده، لو مريض بيعاني من انيميا، بيعاني من نقص الصفائح الدمويه، ماشي، انا ما ينفعش ان انا اشتغل له الا لما يعدل، اللي يروح للدكتور الباطنه اللي متابع معاه ويظبط له تحاليله، وبعد كده يجي لي انا اشتغل. المدخن، واحد بيدخن بشراهه، بنلاقي اسنانه كلها متاكله، وبنلاقي السنان بتتلخلخ اصلا، عظم الفك مستواه بيقل وبيحصل ضمور الفك. انا بقى اقول له خلاص انا زرعت لك وانت كده كويس، روح دخن في اليوم 2 و3 علب وكلام. ما انا مش هقدر اقول له انك بطل سجاير، ماشي، ربنا يعافيه ويبطلها خالص، بس يقللها شويه بشويه لغايه لما ربنا يشاء وما يشربهاش تاني. لكن ده عامل من العوامل. بالنسبه لنقص فيتامين د، ده حاجه مهمه جدا. نقص فيتامين د وبيبقى عند الستات اكتر من الرجاله، خلل في وظائف الغده الدرقيه والوظائف الغده الجوهر-درقيه، ماشي. انا لما عيان بيجي يزرع بقول له روح اعمل لي فيتامين د واعمل لي سكر تراكمي، ما بسالوش انت عندك سكر ولا ما عندكش، لانه ممكن يكون عنده سكر وما عندوش، ممكن ما يعرفش، ممكن يكون عنده مشاكل في الغده الدرقيه وما يعرفش، ماشي. فيتامين د، ماشي، ده عنصر مهم جدا ومسؤول عن تنظيم الكالسيوم في الدم. فلقيت فيتامين د واقع، حطيت الزرعه، هستنى ازاي ان يحصل حاجه اسمها اوستيو انتجريشن على الزرعه، ان العظم يلحم حوالين الزرع؟ بأنهي منطق؟ طب تمام، عملت له الزرعه وفيتامين د كان مظبوط، ماشي. لازم بقى يبقى هو متابع مع الدكتور، لازم يكون متابع مع دكتور الغدد اللي هو ينظم له نسبه فيتامين د ديت طول حياته. فكده ده الجانب اللي هو على المريض. لو المريض اهمل والزرعه شخصنا كويس وقسنا كويس وحطينا الزرعه المناسبه وحطينا الزرعه اللي هي نوعها كويس جدا، ماشي، والدنيا بقت تمام، بس هو اهمل، يبقى يعني هو القصه ان يبقى في توازن ما بين الدكتور وما بين المريض. زي ما الدكتور بيعمل اللي عليه لازم العيان يعمل اللي عليه بس. لكن كلمه فشل ديت كبيره. طب وعلينا بايه من ده كله في الزراعه والكلام ده؟ ما نركب طقم اسنان. لا، عارف الموضوع ده بيضايقك، فانا عايز اضايقك يعني. لا طقم اسنان متحرك ديت يعني مش حل امثل، انا بعتبره ان هو حل مؤقت. لكن انا لو ركبت طقم بمشبك، ماشي، العيان بيتضايق منه جدا. في عيان ما بيتقبلوش، تمام، في عيان يقرف منه، ممكن يجمع اكل، ممكن يسوي السنان، المشبك اللي بيتحط على السنان الجانبيه في المكان المخلوع ممكن يسوي السنان، يحشي الارك، يعمل التهابات في اللثه. ممكن العيان ينسى المفروض ان هو يتقلع ما يلبسوش 24 ساعه. في مرضى كتير بيناموا بيه، تيجي تشيل التركيبه، تيجي تشيل الطقم المتحرك تلاقي اللثه كلها ملتهبه وفي قرح. فانا بصراحه يعني ما بحب، ببعد شويه عن التركيبات المتحركه. لكن الزراعه هي الحل الامثل الوحيد لا خلاف. حلو جدا. عايز اسير الجدل معاك بقى. انت قلت لي ان معظم سنان الستات بايظه. لا قلت ولا ما قلتش؟ لا ما قلتش. لا قلت. لا ما تقوليش. انا عايز اعرف. انا زوجتي دكتوره اسنان فما تقوليش مشاكل. لا انا اتكلم في السياسه. لا ولا قول لي ليه ان احنا معظم البيشنتس بتاعتنا يعني ستات؟ برضو يعني فتره الحمل الاسنان بتتاثر، تمام. ففترة الحمل دكتور النساء المفروض بيكتب لها على كالسيوم، بس مش الكالسيوم بس هو اللي بان خلاص كده حميت العظم بتاعي وحميت الاسنان بتاعتي. اللثه بتلتهب، معدل التسوس بيزيد، معدل الحمض في الفم بيزيد. فانا لازم ان انا اكل كويس، ماشي، زائد ان انا اغسل سناني واستعمل اللي هو الدنتال فلوس، وابقى انا مهتم بسناني بالذات في فترة الحمل، ماشي. دي حاجة. زي ما قلت لحضرتك، الخلل في وظائف الغدة الدرقية بيبقى في الستات اكتر من الرجال. واحنا بنلاحظ كتير ان الستات بقى عندها نقص فيتامين د، يعني مفيش حد بيطلع دلوقتي يقلع هدومه ويتعرض للشمس، مفيش الكلام ده، ماشي. فاحنا نقص فيتامين د في الستات بيبقى شائع اكتر من الرجال، ولذلك بنلاقي الموضوع بيبقى منتشر اكتر في الستات لكن الستات على دماغنا استاذ محمد، الله يرضى عنك يعني. شوف، بعد كل الكلام الجميل والمعلومات الطيبة دي برضه مش هنروح لدكتور السنان الا ما نبقى سناننا بتوجع. لا هتيجي. لا الوجع هيجيبك. الوجع هيجيبك. انا هعمل اي حاجه، اروح لاي دكتور الا السنان. الوجع هيجيبك. انا ما بخافش من دكتور السنان، انا والله دكتور السنان. الموضوع اتطور قوي عن زمان. مش هاجي اجرب برضه. لا صدقني اتطور جدا عن زمان. ايه اللي يجبرني ان انا افتح
يعني عندي ضرس مدفون، انا هطلع الضرس المدفون ده موضوع محرج. ماشي، بسيطة جدا. خايف، احنا ممكن ندخلك GA تخدير كلي وما تحسش بأي حاجة خلاص لو خايف. ماشي، لكن الموضوع ما بيبقاش الصعوبة قوي، بس لازم ألعب على سيكولوجية العيان. ما ينفعش ان انا ادخل واشمر ايدي ويلا. ده اهم حاجة، اللي انا هديه وافهمه ان الموضوع بسيط، ومن حقه ان هو يعرف حاجات مختصرة، بس ما خوفوش. لازم اطمنه بس. ماشي، وانا شغال برضو، وهو لو هو واخد بنج موضعي انا شغال، لازم اقول له ما تقلقش، هنعمل كذا، هتحس بصوت كذا، بس ده صوت بس ما بيوجعش. والله يا دكتور انت طيب وجميل الحمد لله. مش زي بقية السفاحين التانيين. لا ما فيش حد سفاح. والله ما فيش سفاح. دكاترة كلهم، ما فيش دكتور بيتاجر، ما فيش دكتور سفاح. بس احنا نحسن الظن ببعض الاول، صح، بعد ما نحسن الظن بالله. شكرا لحضرتك والله يا دكتور، شكرا لوقتك، احنا انبسطنا بالحلقه دي. شرفت بوجود حضرتك، ربنا يحفظك يا اسمع. كنا معاكم في حلقه جديده من بودكاست في العياده. استنونا في الحلقات اللي جايه، هيكون معانا مواضيع اكتر ودكاتره في تخصصات تانية. سلام.